هذه أسهل طريقة لنقل بيانات الآيفون من جهاز إلى آخر. الطريقة مجانية، ما تتطلب لا كمبيوتر لا كيبل ولا أي أداة ما عدا الآيفون القديم والآيفون الجديد. والجميل في هذه الطريقة أنها تنسخ الصور، الفيديوهات، البيانات، الواتساب وكل التفاصيل. يعني باختصار تنسخ جميع ما في هذا الآيفون وتنقله في الآيفون الجديد. ولكن قبل لا نبدأ عملية النقل تحتاج تتأكد من شيئين. الشيء الأول أن الهاتفين كلهم بطاقة ممتازة أو موصلين بالطاقة، لأن العملية تستغرق تقريبا ساعة كاملة. الشيء الآخر، ما يستوي تكون مساحة الآيفون القديم المستخدمة أكثر من الجديد، فكل ما عليك أنك تصير على الإعدادات وتشوف المساحة المستخدمة هنا لازم تكون أقل من السعة التخزينية للآيفون الجديد، وعلى الأقل 10 جيجا يكون الفارق، لأن النظام ياخذ من المساحة في الآيفون. وأهم شيء خلال عملية النقل تكونوا حافظين كلمة سر لحسابكم الآي كلاود، وأن خاصية التحقق بخطوتين تكون عن طريق رقم الهاتف أو عن طريق جهاز آخر متوفر عندكم، لأن راح تطلبكم آبل خلال أو بعد عملية النقل. وصح، لو كنتم مستخدمين الآيفون لا تنسوا تشتركوا في القناة، لأن دائما نسوي مثل هذه الشروحات مفيدة للمستخدمين. والحين نبدأ عملية النقل. نفتح الآيفون الجديد ولازم تكون على هذه الواجهة. إذا سبق فتحته تقدر تصير على الإعدادات، بعدها عام، بعدها نقل وإعادة تعيين من هنا، وتعمل فورمات للهاتف الجديد عشان يرجع بالواجهة الرئيسية اللي من خلالها نقدر نبدأ عملية النقل. فبكذا نحن جاهزين. نفتح الهاتفين القديم والجديد. نخلي الهاتف القديم على واجهة التطبيقات هنا، والآيفون الجديد أول ما تفتحه علشان تختار اللغة راح يكتشف أن في آيفون جنبه قادر أنه ينقل البيانات له، فبيسألك هل تريد تنقل البيانات من الهاتف هذا للآخر؟ فاضغط موافق وقرب الآيفون القديم على الآيفون الجديد وصور هذا الشكل العجيب. بعدها بيقولك تدخل الرمز السري اللي كنت تستخدمه في الآيفون القديم على الآيفون الجديد، وبعدها بيبدأ بتنشيط النظام. في هذه اللحظة راح يشوف الأنظمة على الجهازين إذا متوافقات أو لا. في احتمال راح يقول لك الآيفون القديم يحتاج تحديث، وفي احتمال أيضا يقول لك الآيفون الجديد يحتاج لتحديث، على حسب متى تشتري الجهاز ومتى تنشطه. في هذه الحالة أنا قال لي الآيفون القديم يحتاج لتحديث، فضغط موافق، وافقت على شروط والأحكام، وبعدها نزل النظام. استغرق تقريبا 25 دقيقة، طفى الجهاز وكملت عملية نقل البيانات. وبعدها بيقول لك حط بصمة الوجه. نوافق ونبدأ نحط بصمة الوجه، ولما نخلص بيقول لك تريد تحط بصمة وجه وانت لابس كمام؟ انا بختار لا، ونكمل العملية. بتطلع لك هذه الواجهة وبيقول لك وافق على الشروط والأحكام لنقل البيانات من الآيفون القديم للجديد، وبعدها بتطلع لك هذه الواجهة تقول لك شو من البيانات اللي حاب تنقلها، هل كل شيء أم أنك تريد تخصص النقل؟ أنا شخصيا أنقل كل شيء، فأضغط موافق، وبعدها راح يقول لك دخل حسابك الآي كلاود وكلمة السر وخاصية التحقق بخطوتين. طبعا أنا حاط هذا الرقم اللي راح يوصلني عليه SMS، أحطه هنا وراح تبدأ عملية النقل. ولكن بعد ما خلصنا في خطوات مهمة جدا لازم نسويها بعد الانتهاء من النقل. العملية راح تستغرق تقريبا 40 دقيقة على حسب البيانات اللي تنقلها من الآيفون القديم للجديد. لو كانت كثيرة راح يستغرق وقت أكثر. بعد ما تكتمل عملية النقل راح تطلع لك هذه الواجهة تقول لك هل تريد ترسلنا التسجيلات الصوتية لسيري؟ طبعا نعمل ليس الآن أو لا. وبعدها راح تطلع لك واجهة لو كانت عندك شريحة إلكترونية وتحاب تنقلها من الآيفون القديم للآيفون الجديد. بعدها نفتح الهاتف الجديد وعلى طول راح تلاحظوا أن التطبيقات بعدها قاعدة تنزل، لأن آبل نقلت كل شيء ما عدا تطبيقات الهاتف، لأنها راح تنزلها من الآب ستور لتوفير المساحة ولتسريع عملية النقل. لا تنسوا تتابعونا لو عجبكم المحتوى. كان معكم أخوكم سالم البادي، أشوفكم الحلقة القادمة بإذن الله.